العاصمة الرباط تتزين بملعبها الجديد ملعب الأمير مولاي عبد الله، يطالعك بتصميم منفرد يضاهي الملاعب العالمية ويحتفظ لنفسه بسحر خاص. اليوم يكشف أسراره للعالم بحلة جديدة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتحديث البنية التحتية الرياضية وفق رؤية استراتيجية تجعل من الرياضة رافعة للتنمية وواجهة لإشعاع المغرب قاريا وإفريقيا. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تدشين ملعب الأمير مولاي عبد الله. ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن استعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت لسموه التحية الرسمية قبل أن يتقدم للسلام عليه كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، رئيس مجلس الجهة، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، ورئيس مجلس عمالة الرباط، وشخصية سامية أخرى. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفلة تدشين ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بحلته الجديدة، والذي تم إعادة بنائه بالكامل في ظرف قياسي وبحنكة عالية وتصميم يضاهي أقوى وأجمل ملاعب العالم. السعة الاستيعابية للملعب باتت أزيد من 68 ألف متفرج. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن زار مقصورات الضيافة سكاي بوكس التي تمنح تجربة متابعة المباريات في أجواء تمنح لمرتاديها الرفاهية والراحة. عددها 110 أجنحة ضيافة خاصة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 20 متفرج وتبلغ مساحتها 35 متر مربع. وفي لحظة مفعمة بالرمزية والوفاء رافقت تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط عدد من العمال الذين ساهموا في بناء هذا الصرح العالمي، يستقبلون سموه بتصفيق حار ليبادلهم سمو ولي العهد التحية والتقدير تكريسا لثقافة الاعتراف لجهود بناة الوطن. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وقف على تصميم مدرجات الملعب بمختلف مستوياتها والتي تستجيب للمعايير العالمية وتمنح الجماهير فرصة متابعة المباريات ضمن أفضل الظروف وحيثما كانت زاوية المتابعة، مع تغطية كاملة للمدرجات على طريقة كبريات الملاعب العالمية. إثر ذلك زار سموه المدرجات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والولوجيات الموضوعة رهن إشارتهم، فحسب المعايير الدولية المعتمدة تخصص نسبة لا تقل عن 1% من إجمالي سعة الملعب لهذه الفئة من المشجعين. الملعب يتوفر على مركز للإعلام والصحافة مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال، بالإضافة إلى منصة خاصة بالصحفيين توفر لهم كل سبل أداء مهامهم الإعلامية في أحسن الظروف. إلى جانب جناح خاص بالشخصيات المهمة VIP و VVIP لكبار الشخصيات والضيوف المميزين. الملعب الذي ينتمي إلى أحدث جيل للملاعب العالمية الكبرى يتوفر على مركز للتحكم ولإدارة العمليات الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التي يتجاوز عددها 800 كاميرا عالية الجودة. من هنا يتم التحكم في الإضاءة التي يبلغ معدل سطوعها أزيد من 3000 لوكس، بالإضافة إلى مكبرات الصوت بنقاء صوت لا يشوش عليه ارتداد الصدى.
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تفقد مستودعات الملابس الخاصة باللاعبين والتي تستجيب لدفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم وتوفر للأطقم التقنية والإدارية للمنتخبات والفرق أحدث وسائل الإعداد البدني ورسم الخطط التكتيكية للمدربين واستعادة التركيز وغرفة خاصة باللياقة البدنية والإحماء. الملعب يتوفر على قاعة للندوات ومنطقة مختلطة للإدلاء بالتصريحات ومصحة تتوفر على كل المستلزمات والمعدات الطبية بما في ذلك إمكانية إجراء تدخلات طبية مستعجلة. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن زار المركز الخاص بالأمن الوطني لضمان استتباب الأمن أثناء مختلف التظاهرات الرياضية والمباريات. أرضية الملعب مكسوة بالكامل بالعشب الهجين المنتمي لأحدث جيل يتميز بمتانته ومقاومته لمختلف الظروف المناخية ويتحمل كثرة المباريات التي لا تؤثر على جودته ولا تصيب عشبه المخضر بالتلف. أرضية الميدان تتوفر على آليات تصريب متطورة لمياه الأمطار التي لا تؤثر على جودة العشب وأداء اللاعبين. ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بني بالكامل في ظرف قياسي بسواعد مغربية أشرفت على التصميم والتشييد وإنجاز تحفة وأيقونة رياضية تصنف من بين الأفضل في العالم. ما يقارب 10,500 عامل مغربي ساهموا في بناء هذا الصرح الرياضي الكبير أتت جنبات هذا الملعب العالمي الذي سيفتتح كرويا يوم الجمعة القادم بإجراء مباراة المنتخب المغربي ونظيره من النيجر برسم الجولة ما قبل الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث ستقترن فرحة التأهل للمونديال بفتح ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله أبوابه للجماهير المغربية بشبابيك مغلقة، ما يعكس شوق الجماهير المغربية لاكتشاف هذه التحفة الهندسية التي شيدت في إطار رؤية ملكية متبصرة لتطوير المنشآت الرياضية الكروية لاحتضان كبريات التظاهرات على رأسها كأس إفريقيا المقبل ومونديال 2030.